بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم القبطان أحمد خليفة، استشاري سلامة وصحة مهنية ومدرب معتمد من الحكومة الأمريكية في إجراءات السلامة والصحة المهنية. كلنا بنسمع عن الأمن الصناعي، لكن سمعنا عن السلامة والصحة المهنية؟ الأمن الصناعي كان هو ده الاسم المعترف به أو اللي كان معروف به في إجراءات السلامة والصحة المهنية، لكن اتغير الاسم دوت إلى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. طيب أنا بتكلم ليه عن الموضوع دوت النهاردة؟ بتكلم عنه لأن إحنا عندنا مشاكل كتير جدا، وعدد كبير جدا من الناس عندهم مشاكل وعاوز يحلها. عنده مشاكل ولكن لا يبحث عن الحل المثالي بتاعها. عنده مشاكل ويعرف ايه هي المشكلة، لكن هو مش عارف الطريق اللي يقدر يوصل من خلاله إلى حل هذه المشكلة. المشاكل دي ايه؟ المشاكل دي في ان انا الشغل اللي انا بشتغله انا مش مبسوط منه. انا مش مبسوط مع المدير بتاعي، مش مبسوط في الموقع اللي انا بشتغل فيه، في المصنع، في الشركة، في المكان اللي انا بشتغل فيه. اذا كان بشتغل في مستشفى، بشتغل في موقع انشائي، بشتغل في مصنع كيماويات، بشتغل في مدرسة، بشتغل في اي مكان شغلتك. فممكن يكون عندك مشاكل في الشغل دوت نتيجة المقومات الشخصية بتاعتك، وانك انت مش عاوز تشتغل بطريقه روتينيه. انا عاوز اشتغل كل يوم يبقى في شغل جديد، كل يوم في حركه جديده، كل يوم في تعليمات جديده، كل يوم في يعني انترستنج في الموضوع. في نفس الوقت احنا عندنا مشاكل حوالينا، مخاطر بتهددنا كلنا. بتهددنا من واحنا في البيت، واحنا في الشارع، واحنا في المصنع، واحنا في الشركة، واحنا قاعدين على مكتب، واحنا قاعدين على كمبيوتر، واحنا قاعدين في اي مكان في مشاكل. اذا كان مشاكل في صحتك، اذا كان مشاكل في المكان اللي انت بتشتغل فيه من عدد وآلات ومواضع للشركات، للاماكن اللي بتاعت الخامات. ففي مشاكل كتير جدا انا عاوز احل المشاكل دي عشان يكون في انسيابية في نوع العمل بتاعي، بيبقى في نوع من التشويق في المكان بتاعي. لان احنا زي ما احنا قلنا ان في عدد كبير جدا بيبقى نفسه يغير شغله، بس هيغيره لايه؟ دلوقتي اتفتح لنا باب رحمة جديد في الايه السلامة والصحة المهنية، واتفتح لنا مجال عمل جديد في اجراءات السلامة والصحة المهنية او ادارات للسلامة والصحة المهنية. لازم تبقى موجودة في كل نوع من أنواع العمل. أنا مثلا بقول لكم القبطان أحمد خليفة. طيب أنا قبطان، يعني إيه اللي دخلني في الموضوع دوت؟ طبعا بما إن أنا اشتغلت 24 سنة في البحر، والبحر بقى مليان مخاطر، من مخاطر أمواج عالية، من مخاطر جبال تلج، من مخاطر رياح، أمطار، تيارات مائية، ظلام دامس، ضباب، يعني في ممكن مراكب تخبط في بعضها، تصادمات، في ناس ممكن تغرق، في أماكن ممكن يحصل فيها يكون فيها شعاب مرجانية. في مخاطر كتير جدا، لابد إن احنا كلنا في المركب نبقى عارفين ايه هي انواع المخاطر اللي موجودة حوالينا، وازاي ان احنا هنتعاون، وازاي ان احنا نعرف نحلها. فدوت مخلينا عندنا الاحساس كبير جدا بانواع المخاطر اللي موجودة. طب هل ده معناه ان الناس اللي شغالة في الارض ما عندهاش مخاطر؟ هل ده معناه ان الناس اللي موجودة في كل بيت، قاعد على مكتب، قاعد في حمام، قاعد في بوتاجاز، في سخان، في أجهزة كهربائية، في مخاطر غاز، في مخاطر كهرباء؟ هل كل ديت مش مخاطر؟ لا، كل دي مخاطر. مخاطر في السواقة، مخاطر في استخدام العدد والآلات، مخاطر في استخدام الأوناش، مخاطر في السواقة، مخاطر كتير جدا حواليك. انت المفروض ان انت تبقى عارف عنها، ولو علم صغير، لو حركة قليلة، لو شوية تعليمات أو شوية مواصفات أنت المفروض تبقى أنت عارفها. كل حاجة في الدنيا ليها كتالوج. الكتالوج دوت هل احنا بنقراه؟ هل احنا بنشوف ايه هي الإجراءات بتاعت السلامة والصحة المهنية؟ هل انت بتقرأ المخاطر اللي موجودة جوه الكتالوج عشان تعرف ايه هي المخاطر اللي موجودة في الجهاز ده، او في المعدة ديت، او في المكان ده؟ فطبعا كل دوت
ما فيش المخاطر ديّة. فأنا لمّا جيت أشتغل في الأرض، طب هاشتغل إيه؟ هاشتغل أكيد حاجة إدارية. طيب الحاجة الإدارية ديّة أنا مش عاوز أبقى قاعد على مكتب وأعمال روتينية، وعاوز، وأنا باحب الحركة وباحب النشاط وباحب إن أنا أبقى باعمّر في الأرض زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا." دايمًا خايف على ولادي، خايف على مراتي وأنا قاعد في الشغل، فممكن يحصل لهم إيه، ممكن إيه الإجراءات اللي ممكن ياخدوها عشان لو حصل عندهم لا قدّر الله أي مشكلة. طيب الناس اللي بيشتغلوا معايا دول، إن مش أنا مسؤول، مش هم مسؤولين منّي، فأنا لازم إن أنا أأمِّنهم، لازم أجيبهم من بيتهم لغاية الشغل، وأرجّعهم من الشغل لغاية البيت وهُم في أمان وفي إيه، وفي طمأنينة. لإن إحنا عاوزين دايمًا نبقى عايشين في سعادة، عاوزين دايمًا نتجنب الألم. فعشان نتجنب ده ونعيش في سعادة، يبقى لابد إن إحنا نعرف كتالوج الحياة ماشي إزاي، كتالوج المخاطر اللي موجودة، كتالوج المشاكل اللي ممكن تيجي لنا، إزاي نحل الموضوع دوّة، إزاي نتخذ إجراءات ليها. طيب أنا لمّا بحثت بقى في الموضوع دوّة، سمعت عن كلمة اسمها الأوشا. إيه الأوشا دي؟ إيه الأوشا دي؟ عرفت إن هي حاجة اسمها occupational safety and health administration. طب إيه الأوشا، طب إيه الإدارة ديّة أو إدارة السلامة والصحة المهنية بتعمل إيه؟ دي عليها إن هي تأمِّن أنواع المخاطر، جميع أنواع المخاطر اللي ممكن تحصل لك في الحياة، وأنت في البيت وأنت في المدرسة وأنت في الشركة وأنت في المصنع وأنت بتستخدم آلة وأنت راكب عربية وأنت ماشي في الشارع وأنت يعني في كل الدنيا حواليك في مخاطر. من أول ما بتصحى من النوم لو صحيت فجأة ممكن ييجي لك هبوط في الدورة الدموية. إذًا لازم أبقى عارف إن أنا لمّا أصحى إيه الإجراءات اللي أنا المفروض إن أنا أعملها، إيه التعليمات اللي أنا المفروض أتخذها عشان أقدر أعيش حياتي في سعادة وأتجنب أي أنواع من الألم. طيب لمّا دوّرت على الأوشا ديّة occupational safety and health administration، بدأت إن أنا أعرف المكان اللي أنا أقدر آخُد منّه الشهادة ديّة، لإن أنا هابدأ أشتغل في الشغلانة دي. طيب الشغلانة ديّة عشان أقدر أشتغل فيها لازم أحصل على شهادات. طب هل أنا مش عاوز غير شهادات عشان خاطر إن أنا أشتغل في الشغلانة دي؟ لأ، أنا عاوز أغيّر طبيعة عملي، فلازم يكون شهادة معايا متخصصة في نوع العمل الجديد. عاوز أزوّد مرتبي، لإن مرتبات السلامة والصحة المهنية مرتبات كويسة جدًا. عاوز أزوّد السيرة الذاتية بتاعتي في إن أنا أبقى حاصل على شهادات أقدر أحطها في السيرة الذاتية بتاعتي. عاوز أغيّر طريقة حياتي، عاوز يكون حياتي كلّها حياة صحية. عاوز أأمِّن بيتي وأأمِّن شركتي وأأمِّن مستقبلي. إذًا الكلام اللي أنا باقوله دوّة، باقوله مش عشان خاطر موظّف عاوز يشتغل في المجال ده، لأ ده علم المفروض إن أنت تسمع عنه، إن أنت تقراه، إن أنت تتخذ أي إجراءات فيه، عشان يبقى عندك معلومة عن المخاطر اللي موجودة حواليك أو حوالين ولادك، حوالين مراتك، حوالين والدك ووالدتك، حوالين العاملين اللي شغالين عندك. إذًا أنا باكلم صاحب الشركات، أصحاب الشركات، إن هم يتخذوا إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على القوى البشرية اللي عندهم، حفاظًا على مقدراتهم اللي هم تعبوا وحققوها وعملوا مصنع وعملوا إنشاءات جابوا ماكينات. إذًا لازم إن أنا أحافظ عليها، على الخامات إذا كانت الخامات ديّة لسه قبل التصنيع أو بعد التصنيع. أأمِّن العاملين عندي حتى لو واحد قاعد قدّام كمبيوتر لازم يبقى قاعد عارف يبقى قاعد مسافة قد إيه، يبقى قاعد إزاي، يستخدم قد إيه، يبقى قاعد مدة قد إيه، بعديها ممكن يبُص إزاي، عينيه ممكن ما تتأثّرش من الشاشة بتاعتها عشان على الlong time هيبقى في أمراض ممكن الأمراض ديّة تأثّر على العمود الفقري، تأثّر على عينيك، تأثّر على سمعك، تأثّر على الحالة المزاجية بتاعتك. فأنا عاوزك تعيش في سعادة وبعيد عن الألم. إذًا أنا لمّا باكلّم واحد معاه دبلوم ومش عاوز يشتغل في الشغلانة بتاعته، واحد معاه معهد فني مش عاوز يشتغل في الشغلانة بتاعته، واحد معاه بكالوريوس أو ليسانس أو دكتوراه أو مهندس أو خرّيج علوم أو خرّيج طِب أسنان أو خرّيج أي نوع من الشهادات، أنا مش عاوز أشتغل في الشغلانة دي.
الشغلانه ديّة تعباني، أو إن أنا مش هي ديّة اللي أنا باستهواها، أنا عاوز أحس إن أنا فعلًا أنا باعمل حاجة بافيد بيها الناس. طيب وبعد كده بعد ما أفيد الناس برضه أنا أستفاد إن أنا آخُد مُرتّب كويس، أترقّى في الشغل بتاعي، أبقى دايمًا متخصص في حاجة. التخصُّص بيدّيك ميزة في إنّك أنت تبقى في أنواع من الترقّي، في أنواع من زيادة في المُرتّبات، زيادة في الحرص على اللي حواليك، فبيحصل تجاوب بينك وبينهم. طيب العلم دوّة لمّا جيت إن أنا أذاكره، لقيت إن أنا أول حاجة لازم آخُد شهادتين، الشهادتين دُولة بتتكلّم عن الإنشاءات وبتتكلّم عن المصانع العامة. بدأت أذاكر فيهم، وبدأت بقى لأ، ده أنا لسه عاوز العلم دوّة، لسه فيه حاجات كتير. فبدأت إن أنا آخُد خطوة، خطوة، دورة، دورة، دراسة، دراسة، إلى أن وصلت دلوقتي الحمد لله من كتر اجتهادي في الموضوع، وأنا عاوزك تبقى مجتهد معايا عشان تصل إلى المستوى اللي أنا وصلت له، بل أكتر من المستوى اللي أنا وصلت له. فوصلت إن أنا بقيت مُدرِّب مُعتمد على مستوى الشرق الأوسط، مُدرِّب مُعتمد من الحكومة الأمريكية، باقدر أدّي شهادات 17 شهادة أنا أقدر أدّيها لك مع دبلومتين. الشهادات ديّة بتقدر تشتغل بيها مش في مصر بس، في جميع أنحاء العالم، إذا كان دولة عربية، إذا كان دولة أوروبية، بتشتغل بيها لإن ليها serial number، بيبقى ليها كارنيه عضوية. الشهادات ديّة أولًا لو أنت عاوز تعرفها كصاحب عمل، يبقى أنت عارف إن أنت بتاخد الشهادات ديّة أو بتحصل على العلم ده عشان خاطر تأمِّن مقدراتك. لو أنت عاوز تغيّر وظيفتك، يبقى أنا عاوز أغيّر وظيفتي إلى حاجة أنا باحبها، في نفس الوقت أبقى مطيع لكلام ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا باحاول إن أنا أساعد الناس، إن أنا دي رسالة. الرسالة ديّة أنا عاوز أأدّيها، وأنا عارف إن أنا باعمل حاجة مفيدة ليّا ومفيدة لعيلتي ومفيدة لأسرتي ومفيدة لمصنعي ومفيدة لشركتي. طيب أنا لمّا جيت في المكان اللي أنا باشتغل فيه وحصلت على الشهادات ديّة، وإن كنت مش هاشتغل فيها، إذًا وأنا باشتغل بابقى عارف أسلوب الشغل بتاعي، عارف الطريقة اللي أنا باشتغل بيها، عارف إن أنا أقدر أدخّل الخامات بتاعتي وأخرّجها بانسيابية، عارف إن أنا لو أنا باشتغل في حاجات فيها مخاطر كبيرة، إزاي أتجنب المخاطر ديّة عشان ما أعطّلش العمل بتاعي، إزاي إن أنا أعمل الطريقة المثالية لصيانة العِدَد والآلات والماكينات اللي عندي. كل ديّة نبذات مختصرة عن الموضوع، لإن الموضوع رسالة. لو ما كنتش حاسس إن أنت بتعمل رسالة بتؤدّي بيها لكلام ربنا سبحانه وتعالى، لكلام العلم اللي إحنا بنتعلّمه، لإن علم السلامة كله مبني على المخاطر اللي موجودة. وأنت طبعًا وأنت ماشي في الشارع بتشوف مخاطر حادث تصادم، بتشوف مخاطر سقالة واقعة، بتشوف مخاطر وِنش اتقطع منه الواير بتاعه، بتشوف مخاطر حاجات كتير جدًا. المخاطر ديّة أو الحوادث دي لازم نتعلم منها. أنا بقى بدوري إن أنا أعلمك المخاطر ديّة، أرتبها لك في دماغك، أدّيها لك في مش في كبسولات، لكن أنظّم لك أنواع المخاطر كعناوين رئيسية، وبعدين كل خطر من دول أقول لك إزاي تتعامل معاه، إيه هي الإجراءات المثالية، إيه هي التعليمات اللي المفروض إن أنت تعملها. عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر أنا عاوزك تقدّم رسالة وتعمل شغل أنت بتحبه. أتمنى إن أنا أكون اديتك نبذة مختصرة عن الدورات اللي ممكن إن إحنا نتخذها في إجراءات السلامة والصحة المهنية. عاوزين نتابع مع بعض، عاوزين نبدأ نتجاوب مع بعض في قناة ليّا على اليوتيوب، في سايت ليّا على اليوتيوب، أو على جوجل. كل التعليمات اللي أنت ممكن تعرفها، كل الدورات اللي أنت ممكن تستفيد بيها، إن شاء الله هانزّل لكم الدورات ديّة، وهتكون إن شاء الله بأرقام قليلة جدًا. الأرقام ديّة هيكون في مفاجآت للي هيشتغل معايا، اللي هيتابع معايا، اللي هيكون فعلًا active، لإن أنا باحب الناس الactive اللي عاوزة تشتغل بإيديها، لكن بتأدّي رسالة، بتأدّي عمار في الأرض. أشكركم على حسن الاستماع، وإن شاء الله لينا لقاء آخر،
ولقاءات أخرى كتير جدا. اللقاءات ديت هيكون فيها كلام منظم مرتب مهندم عشان تقدر تستفيد منه ليك ولأسرتك الصغيرة وأسرتك الكبيرة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة